بكره المعاملات كلها ادب واحترام. ما فيش ولا هزار ولا تهزر، يعني انتوا جيتوا راكبين دلوقتي هزرتوا مع بعض، وانتوا هناك ما فيش هزار خالص. المدرس هيكيف لما يلاقي ميدان المشاركه. انا بقول ميدان المشاركه دي بص خد امين ما خدش ماشي. عدوك مين؟ عدو رئيس الطول، ها؟ والمدرس اللي عليك، وانت عدو نفسك. ماشي. عدو نفسك ازاي؟ هتزيط، هتستظرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في سلسله قنوات زنانيري. لو ما عايز تتابع هتلاقي القنوات بتاعتنا سلسله 1 2 3 زنانيري 1 زنانيري 2 زنانيري 3 زنانيري 4. طيب موضوعنا النهارده بنتكلم على ولي الامر بيبقى قاعد زي الباشا في البيت. اوعى حد يغش منك الامتحانات، اوعى حد يغش يا باشا. انت اعطيت الاوامر لابنك انه ما يغشش حد، ما بيشوفش الواد في اللجنه بيبقى عامل ازاي. المجتمع خلاص كل الطلبه عارفه ان الغش ده حاجه اساسيه عندها. ابنك بيجي في اللجنه كده سمع البوجين منك عايز ينفذهم علشان انت ما توبخش ليه او انه ما يسمعش كلامك. الطالب بيجي في اللجنه بتاع الامتحانات يا استاذ ما في سمحت ما فيش غش. تمام التمام يا استاذ ما فيش غش. يبقى الاستاذ بيروح ماسك اللجنه عاصرها على مين؟ على الطلبه. بيروح كل الطلبه، انا بشوف بعيني اللقميات اللي بياخدها. وتفتكر الطلبه تحترم المدرس اللي بيراقب عليه؟ مفيش احترام. الطلبه الثانيه انت مش هتغششنا بياخد، بينضرب. طيب بتمر الحاله دي بتمر على المدرس العادي مر الكرام. يعني المدرس العادي لما يجي الطالب ويقول يا استاذ الغش ممنوع، بيروح المدرس حابك اللجنه مفيش غش علشان ما يحصلش مشكله في اللجنه. الاخصائي الاجتماعي او الاخصائي النفسي ما بتمرش مر الكرام، قاعد متاذي ان الواد ده بسبب التنمر اللي تم عليه، وده تنمر عدواني بالعدوان. الواد ده هيجيله عقده نفسيه بعد كده. مين السبب في العقده؟ ابوه. يا ابني ما تغشاش حد. الواد قسما بعزه الله الطالب اللي بيقول كده في اللجنه بيتنفض. عارف يعني ايه بيتنفض؟ انت قاعد في البيت ومش شايف مشاعر ابنك، لا عارف يركز هيحل ازاي من الضرب اللي واخده في ظهره. وغير الكلام بتاع بره لما نطلع طب حسابك بره، بيطلع بره بيتسوى. عارف يعني ايه بيتسوى؟ ما انت باشا انت عطيت الامر ومش عارف ابنك تعرض لتنمر عدواني بالضرب او بالالفاظ. لان الباشا بيجي مضروب فيه كمادات في جسمه من جوه. ده لو عدى يعني لو وقع في شويه عيال هديد كده ضربوه ضربه عادي، وقع في شويه نص ونص بيتقطع اللبس بتاعه. طبعا انت يا باشا ما تعرفش اللبس بيتقطع ازاي، وهو بيروح البيت الوالده هي اللي بتعرف، والوالده بتعرف وما بتعرفكش. ده اللي هو العادي. خش بقى على المرحله الثالثه بقى الطلبه اللي هي صايعه، يضربوا مطوه يضربوا بيشلح. فالمراحل دي انت ما تديش امر، ما تكتفش ابنك. ما تقولوش ممنوع الغش، لا غشش يا ابني. غالي في غش يا ابني عادي. لو في لجنه فيها غش لا سيب اللجنه الغش. حل انت اللي انت عارفه. طيب من النوادر بتاع اللجان كنت في لجنه، لما بدخل لجنه بسال الطلبه يا اولاد في غش ولا ما فيش؟ لما يجي الطالب يقول يا استاذ ممنوع الغش، خلاص انتهت اللجنه كده. لجنه من اللجان سالت السؤال ده يا استاذ في غش يا اولاد في غش ولا ما فيش؟ جاب طالب قال يا استاذ غشش. يا استاذ ايه؟ غشش. وانا هديك الاجابه الاجابه. كانت ماده انجليزي فاكرها دلوقتي. يبقى غششنا على الاجابات بتاعته. ها حتى انا لما بغشش مثلا سؤالين اللي هو اللي يعدل ايه الطالب اللي هو ميح خالص. بعد ما غششنا دخل المستر بتاع الانجليزي بيقرا الاسئله ونوه باجابات على اجابات الامتحان. لاحظت ان الاجابات اللي عرفها الطالب مختلفه عن الاجابات اللي قالها المستر. صراحه انا سجلت الواد ده وحييته ورحت عليه قلت له برافو عليك، عرفت تغشش وغششت غلط. يبقى ده الذكاء. يعني الطالب ما تصدقش مع الطلبه. مش عايز تغشش ماشي يا عم غشش وغشش غلط. يبقى منها ده طالب هيتعدى عليك بره، والطالب اللي انت غششه هو في الاصل حمار لان هو بيغش غلط ومش عارف هو طالع بره ايه حليت الصح والغلط وحليت الاختيار وتمام التمام، لكن هو ما يعرفش حاجه. طبعا انت بتناقش قضيه غش. لا يا عم في غش في المدارس وفي غش في الامتحانات، كل الامتحانات فيها غش. ندعو الى تقويم سلوكيات الغش. يبقى انت اول كلمه تعرفها لابنك غشش يا ابني. اللجنه فيها غشش. وصلنا لمرحله خطيره في الامتحانات. يعني وصلنا لمرحله خطيره، عايزين نعلم الاولاد سلوكيات الامتحان. يعني ايه سلوكيات الامتحان؟ انا لما اكون طالع مراقبه اعدادي بجمع طلبه القريه بتاعتي، طلبه القريه بجمعهم ك 30 طالب او 40 بجمعهم واعلمهم سلوكيات الغش. يعني ايه سلوكيات الغش؟ وكده هيغش، بس انا بقى عايز المنظر العام من احترام المدرس. انت بتغش
ايوه احترم مدرس، مش تغش وباطل يقول لك ادب. انا عامل ندوه مجمع فيها الطلبه بعلمهم سلوكيات الغش. يعني انت تغش باحترام، ما تعملش زيطه، تحترم المدرس، ما تعملش صوت، ما تبقاش مشاغب، ما تبقاش بطل فلاني عشان تغش، ما تسافرش على المدرس وانت بتغش. احنا وصلنا لمرحله ان احنا ندي محاضرات لسلوكيات الغش. هنزل لكم الفيديو بتاع المحاضره بس او اللقاء، بس انا بس اجزاء كتيره جدا، لان الفيديو لما الفيديو يدعو الغش هيتفهم ان المدرس ده بيحرض على الغش. لا، انا ما بحرضش على الغش، انا ما بعلمش الطلبه الغش، انا بعلمهم سلوكيات الغش. سلوكيات الغش يعني ايه؟ تخش الجان تبص تلاقي العيل انا غش، ويروح شادد الورقه من زميله، ممكن يقطع الورقه، يرمي الورقه، في غش. يبقى احنا بنحجز الغش وتوابعه. توابعه اللي هو سلوكيات السفاله وقله الادب اللي بيشوفها في اللجان. انت قاعد مستريح، ما تخشش لجان يا وزير، ما بتشوفش اللي بيحصل في اللجان. انا مش بدعو للغش، تاني وتالت مره ما بدعوش للغش، انا بدعو لاحجام السلوكيات. في غش؟ ايوه في غش. بقى جامعه طلبه غش، في غش، هتغش ولا لا؟ بس تغش ازاي؟ تحترم. بقول له انت علشان تنجح انت عدوك مين؟ عدوك انت ورئيس الدور والمدرس، الثلاثه دول اعدائك. انت بتتفادى اعدائك ازاي عشان تغش؟ انت ما تزيطش، ما تعملش زيطه في اللجنه. المدرس اللي عليك احترمه حتى لو مسكك وانت بتغش، يبقى ايه؟ ممكن يتغاضى عنك، لكن انت تستفل على المدرس ويقل ادبك على المدرس، ويقول المدرس يستناك بره وتضرب المدرس بره. احنا بنوصل لمرحله ضرب المدرس بره، يبقى انا رحت بقوم سلوك وبقول له رئيس الدور عدوك. يعني ما تعملش زيطه عشان رئيس الدور لما يمر وسمع زيطه يقدر يخش يودك في اللجنه، مش هتعرف تغش. وانت طيب وابن حلال وغش وانت مستريح. غش يا ابني، والله انا غش، بس غش بادب واحترام. احنا غشش بقى يستخدم الذكاء بتاعه. هيغشش ازاي؟ ولو الاسلوب او الكلام مش عاجبك، لا تعالى يا عم انزل اللجان، تعالى ادخل لجان. انت لو انت هتعلق على كلامي وتقول المدرس ده فاشل، المدرس ده بيدعو للغش، المدرس ده بيغشش، لا تعالى انزل اللجان وانت اول واحد هتغشش. يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا، وقبل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احنا عاملين يجي 30 فيديو عن الغش، 30 فيديو جاي مصورين فيديوهات للطلبه والمشاركه بتاعتها. يبقى احنا كاخصائيين اجتماعيين واخصائيين نفسيين احنا عايزين نعالج الظواهر دي، نعالج الظواهر. الطالب البطلي هيتعامل مع الطالب المتفوق بسفاله وقله ادب، هيعدم شخصيه الطالب ده. احنا بنتعذب. الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي ده بيروح البيت بعد اللجنه بيتعذب، عايل هم الطالب ده. الطالب ده بعد كده هيعمل ازاي؟ حياته هتتدمر، لانه بعد كده لما مره ينضرب ومره هيبقى انطوائي، بعد كده مش هيذاكر، بعد كده يبقى احنا دمرنا كمان الشطار. يعني احنا دمرنا الشطار. لا غشش يا ابني، غشش قول لابوك انا هغشش عشان ما يحصليش كذا كذا، انا هغشش عشان ما يحصليش كذا كذا. يا بابا ده المدرس نفسه بيتضرب، ولا الوش كده بقول له يا بابا المدرس نفسه بيتضرب، انا مش هتضرب. حاجه اساسيه في كل المدارس، حاجه اساسيه. في مدارس ما فيهاش غش. طيب المدارس ما فيهاش غش دي بيعمل ايه الطلبه وولي الامر بيعمل ايه؟ بيروح محول للطالب يمتحن في مدرسه ثانيه، لان المدرسه دي ايه؟ مشدوده. طيب كام في المية من المدارس المشدوده فيك يا مصر؟ بكتير. كل محافظه يديها 2 3 مدارس، 2 3 مدارس بس. يلا المهم في الموضوع احنا بنتكلم ولي الامر، انك يا ولي الامر ما تضغطش على ابنك، يا تضغط عليه بالاسلوب بتاع سيبهم يغششوا او خليه يغششوا غلط. هم كده مش فاهمين حاجه، خليه يغششوا غلط. لو عجبك الموضوعات بتاعتنا، احنا احتمال يكون في قناه منهم اللي هي زنانير 1 كل حاجه منها ربح والارباح على الرقم اللي وصلنا ليه في كده. فاحنا عاملين سلسله زنانيري 1 وزنانيري 2 وزنانيري 3 وزنانيري 4. لو عجبك المحتوى بتاعنا يا ريت تشرفنا في الاشتراك في القنوات الثانيه، لان احنا هننزل هنا وهنا برضه، لان قناه زنانيري 1 عليها 20,000 مشترك. فاحنا مش هنحرم الجمهور ده ان هو ما ينزلش فيديوهات ليه رغم ان مفيش ارباح، بس هيبقى الفيديوهات محدوده شويه.